أما العرب في تلك الجزيرة فكانوا في بادئ الأمر على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، الحنيفية السمحة، ثم على دين إسماعيل ابنه، وظلوا على هذه الحال قرونا طويلة متمسكين بدين إبراهيم وابنه إسماعيل. وظلت ذرية إسماعيل العرب المستعربة في قريش تدير ذلك البيت وشؤونه، والعرب يحجون البيت ويزورونه ويوحدون الله عز وجل. ظلوا على هذه الحال قرونا طويلة عديدة لا ينحرفون عن التوحيد وعن الإيمان، بالرغم مما حصل في غيرهم من الأمم، حتى جاء رجل من خزاعة وكان سيدا في قريش اسمه عمرو بن لحي. سافر إلى الشام مرة، لما ذهب إلى الشام رآهم يعبدون أصناما وأوثانا، فسألهم: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: هذه أصنام نستنصر بها فتنصرنا ونستمطرها فتمطرنا. لما ينقطع المطر نطلعها وندعوها فينزل المطر، والعرب يبون مطر، وإذا صارت حروب بها نستنجد فننتصر. قال: أتأذنون لي أن آخذ واحدا منها إلى العرب؟ قالوا: نعم. فأعطوه صنما اسمه هبل. تخيل الحين الجزيرة العربية العرب متمسكين بالتوحيد وظلوا قرون على هذا التوحيد، حتى جاء هذا الرجل عمرو بن لحي شايل معاه هذا الصنم اللي اسمه هبل. وين موديه؟ موديه مكة. لما وصل إلى مكة اجتمعت قريش: ما هذا يا عمرو؟ قال: هذا صنم يفعلون معه كذا وكذا، وينصرهم ويمطرهم ويفعل لهم ويشفي مرضاهم. قالوا: وما أنت فاعل؟ قال: أضعه هنا. فبدأت المعارضة من بعض الناس، لكنه كان سيدا في قومه وله القوة وله المكانة، فأرغمهم وأقنعهم بها، فوضع ذلك الصنم. ومرت الأيام فرأى رؤيا من الجن، الشياطين جاءت عمرو بن لحي، دام أنه بدأ بالشرك يدخل في جزيرة العرب نكمل معه. فأرته الشياطين رؤيا أن في مكان كذا في جدة تحت الأرض مدفون 5 أصنام. ما هذه الأصنام؟ أصنام قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه الأصنام موجودة. وين موجودة؟ في مكان مدفون في جدة. استيقظ من نومه فذهب وحفر، فإذا به يجد الأصنام ال5 التي ربما هي نفسها أو غيرها. 5 أصنام جاء مسرعا بها إلى قريش، فقال لهم: هذه الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح النبي الذي كنا نسمع به، هذه الأصنام التي كانت في زمنه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ولما جاءت القبائل إلى الحج كل قبيلة كانت تأخذ صنم من هذه الأصنام وتذهب به إلى قومها لتعبده من دون الله. شوف الشرك شلون بدأ ينتشر في جزيرة العرب. أما ود فأخذته دومة الجندل من أرض الشام، أما سواع فأخذته هذيل إلى منطقة الحجاز وأخذت تعبده من دون الله. أما يغوث فقد أخذته بنو غطيف من بني مراد عند سبأ أو هوازن، أصنام تنتشر. وجاء يعوق فأخذته همدان من أرض اليمن، شوف الشمال والجنوب والمشرق والمغرب، وكذلك نسر، فكان من نصيب حمير التي أخذت تعبده من دون الله. وجاء أهل الطائف وقالوا: نصنع صنما لأنفسنا. أي صنم هذا؟ قالوا: سنصنع صنم اسمه اللات. صنعوا له بيتا وصنما وأخذ يعبد من دون الله. أما قريش فكان لها صنمان تعتبرهما أعظم صنمين. هبل وضعته داخل الكعبة، وهذا هبل كان مخصصا للاستقسام بالقداح، بالأزلام والقداح، تستشيره وتأخذ رأيه. أما العزى فوضعته في وادي نخلة وبنت عليه بنيانا وجعلت له سادنا
وكان الناس يقربون إليه القرابين، وكان هذا الصنم يسمع له صوت من الشياطين. أما أهل الساحل وكذلك الأوس والخزرج فصنعوا له صنما سموه مناه. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. بدأت الأصنام تنتشر في جزيرة العرب من رجل واحد، رجل مبشر بجهنم يطوف على أمعائه يحترق في نار جهنم خالدا مخلدا. تخيل، هو السبب وهو المنسن عبادة غير الله في جزيرة العرب وجزيرة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل التي نشر فيها التوحيد. أول من دمر التوحيد عمرو بن لحي، حتى جاء رجل وامرأة يوم من الأيام من جرهم على حين غفلة من الناس، دخل في الكعبة رجل اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة، دخل في الكعبة يوم من الأيام ففجر فيه في الكعبة وعمل الزنا والعياذ بالله. فما استيقظ الناس صباحا إلا ووجدوا إساف ونائلة قد مسخهم الله عز وجل حجارة، صاروا صنمين، إساف صنم ونائلة صنم، عقوبة من الله لأنهما فعل الفاحشة في بيت الله عز وجل، ما تجرأ أحد قبلهما على هذا الفعل. فأخذت قريش هذين الصنمين ووضعتهما خارج الكعبة ليعتبر الناس أن ما أحد يتجرأ ويفعل هذا الفعل داخل الكعبة. شوفوا الرب ماذا فعل بهما. تدرون مع مرور السنين شنو صار؟ عبد الصنمان من دون الله، إساف ونائلة. تخيلوا. وأخذ هذان الصنمان ووضع عند الصفا والمروة، فصار الناس هم يسعون بين الصفا والمروة يعبدونهما من دون الله، وانتشرت الأصنام في جزيرة العرب. لم تعبد الأصنام فقط، حتى النار قدست، أخذوها من زردشت من الفرس، حتى الكواكب من الصابئ عبدت، وعبد الشعرى ذلك الكوكب عبد من دون الله عز وجل. وانتشرت الكهانة والسحر والعرافة في جزيرة العرب، حتى كان الناس يسألون العرافين والكهنة. بل كانت هناك وديان يظن العرب أن هذا الوادي له سيد، هذا الوادي سيده من الجن فلان، يعتبرون هذا الوادي له سيد من الجن. تخيلوا. وهذا الوادي له سيد من الجن، وهذا الوادي له سيد من الجن. فإذا مر على الوادي أحدهم قبل ما يوصل للوادي شو يقول؟ أعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي. من يقصدون السيد؟ الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكانوا يأتون للأصنام. تخيل الجنون اللي في العرب اللي صار فيهم. خلاص الشيطان لما يبدأ مع الإنسان بالشرك فليس بعد الشرك ذنب، خلاص ما بعده أسهل. بدأوا يقربون لهذه الأصنام القرابين والذبائح، يذبحون لها من دون الله عز وجل. تخيل. ويقولون هذا لله بزعمهم، يذبحون ذبيحتين، يقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا حق الأصنام وهذا لله، لا هذا يصل إلى الله ولا هذا يصل إلى الله، كل يصل لغير الله عز وجل. وانتشر الشرك وبدأ الكفر يضرب أوتاده داخل جزيرة العرب، وبدأت البدع والخرافات. وصار بعض الناس إذا جاءه 10 من الأولاد ينظر للأصنام أن يذبح واحد من عياله تقربا للأصنام. وإذا واحد من النوق عنده جاءت ب10 من الإناث يجعلها سائبة ما حد يلمسها، يشعرها، يجعل لها علامة ويتركها. فجعلوا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام يأتون بنوع من الإبل ما حد يلمسها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الذكر إذا ولدت منه ناقة 10 من الإناث أو 10 من الذكور حرموا هذا وحرموا هذا. بدأوا يحرمون ويفترون على الله الكذب
وأكثرهم لا يعقلون. هكذا انتشر ذلك الشرك والضلال في جزيرة العرب مع وجود النصارى، جزء الأكثر منهم محرفون وجزء منهم بقوا على دين الله عز وجل.